بسم الله بديت وعلى النبي صليت، وجيتكم بحكاية من حكايات زمان، وقت اللي كان فيه الخاوة يعيشوا على النية، والدار عامرة بالضحك والخبز السخون. قال لك كان شيخ عنده سهم الذرية، 3 أولاد مربيهم في عز وهناه، يباتوا يصبحوا على قلب واحد، يشدوا في بعضهم كي حب الرمان، إذا تفرق حباته يبقى الطعم واحد. وكان الشيخ يقولهم ديما الشيخ ربي يرحمه في ملكه جاء نهار بلا خاوة قبر مفتوح، وخلى الدنيا من وراه صامتة. دفنوه وغاب الصوت اللي كان يجمع، وطلع صوت آخر، صوت الورث. 3 بقرات، 3 حمير أعزكم الله، وخيشة قمح. الخاوة قعدوا قدام بعضاهم والعيون ماشي كي قبل، كل واحد يحسب نصيبه وكل كلمة تولي موزونة. ومن بين الأصوات طلع صوت مرت الكبير، خفيف في الأول ثقيل في الأخير. مرت الكبير ما كانت شريرة قدام الناس، لكن الوسوسة تعرف طريقها في الليل. كانت تقول لراجلها: راك تخدم على خوتك، والدار تتقسم، والمحبة ما تعمرش البطون. عارضها، قالها: هذو خوتي والدم ما يتبدلش، لكن الكلام إذا تعاود يولي أقوى من السحر. وفي الأخير طاوحها. مرت الكبير ما كانت شريرة قدام الناس، لكن الوسوسة تعرف طريقها في الليل. راك تخدم على خوتك والمحبة ما تعمرش البطون. عارضها، قالها: هذو خوتي والدم ما يتبدلش، لكن الكلام إذا تعاود يولي أقوى من السحر. شد الكبير ورثه بقرة، حمار، وخيشة القمح كامل. قال لخوته: ربي يسهل عليكم، ومشى. لكن البداية إذا كانت مبنية على قطيعة تجيب معاها ثمنها. أحطوا خيشة القمح برا ونساوها، دهمت فيها البقرة وطاحت، وجات التحريكة وفزدت. الفقر إذا دخل يبدأ بالتجربة. سي محمد شد الخدمي وقال لمرته: عسي البقرة، وإذا راهي رايحة تموت اذبحيها. الظلام، النعاس، وسوسة البيت، حسباته البقرة وذبحته. الصباح البقرة جيفة والحمار مذبوح. قالت مرته: ما تخممش، عندي ذهب، نرجعوا نوقفوا. الفقر يمدلك أمل، ومن بعدها يضحك عليك. لقاه واد نقي، قال: نبلقت ونبرد. جاء عقاب خطف الفروج وطار، جاء عقاب آخر هزلو حويجو. رجع مريش ريان من كل أمل. السكات كان أقصى من الكلام. الورد إذا ما يتقسمش بالعدل يقطع الأرحام. وهكذا غلقت الحكاية بابها، مش بالفرح ولا بالزغاريد، بل بسكات تقيل، سكات اللي جاء بعد ما ضاع كلش. قعد الراجل ومرته قدام دارهم الفارغة، لا بقرة تحلب، لا حمار يخدم، لا قمح يتطحن، غير الذكريات ووجع في القلب. راح الغضب وراحت الحيلة، وبقات الحقيقة عارية. اللي يقطع رحمه بيديه زمان يقطع له رزقه برجليه. تفكر أيام الصغر كيف كانوا الخاوة يباتوا على خبزة واحدة ويضحكوا من القلب، بلا حساب، بلا خوف، بلا ورث. تفكر بوه وكلامه وصوته هو يقول: الخاوة سند والدار بلاهم خراب. لكن الندم كي يجي متأخر
يولي ضيف ثقيل يسكن وما يخرج. وسكرت الحكاية وتركت الباب محلول باش اللي يسمع يتعلم واللي يفهم ما يعاودش الغلطة. العبرة يا سامعين الكلام ماشي في الفقر ولا في العقاب ولا حتى في الطير اللي اخطف الرزق. العبرة في النية وفي العدل وفي الورث كي يتقسم بلا رحمة. الورث إذا ما كانش بالعدل يولي نار تحت الرماد يحرق القلوب قبل الجيوب. والمرأة والراجل إذا ما تساندوش بالخير يطيحوا مع بعضهم في الغلط. واللي يسمع الوسوسة وينسى الدم يجيه نهار يسمع صوت الدم وما يلقاش اللي يرد عليه. الخاوة إذا تفرقوا على دراهم ما يجتمعوش على فرحة. والصاحب مهما طال ما يعوضش الأخ. وما كان حب صافي قد حب الوالدين. وما كان سند ثابت قد الخاوة كي يبقاو يد وحدة وقلب واحد. الدنيا ما تعطيش دروسها بالهدرة، تعطيهم بالتجربة. واللي ما يفهمش بالشعرة يفهم بالوجيعة. وخوك خوك لا يغرك صاحبك، والرزق ربي يقسمه، وانت ما تزيدش تقسم القلوب وتعيش وتنهب وتاليها تبقى غير تتحسر. واللي راح ما يرجعش غير الذكرى والعبرة. وهكا تكون كملت حكايتنا لنهار اليوم، حكاية بدات بالنعمة وختمت بالندامة. نتمنى تكونوا خذيتوا منها العبرة، خاطر ماشي كل رزق يدوم وماشي كل واحد يبقى كما كان. واللي يفرقوا الورث صعيب يرجعوا الوقت يجمعوا. الخاوة كانوا كتف بكتف وكانت الضحكة سهلة. واليوم كل واحد راه وحده يحساب ويحسب والقلب عامر حسرة. ما تنساوش تشاركوها مع أحبابكم وصحابكم، يمكن حكاية تفيق قلب ولا ترد بال قبل ما تولي ندامة بلا فايدة. وخليوا لي تعليق يفرحني ويخليني نكمل نحكي لكم حكايات فيها وجعة وفيها حكمة وفيها أمل مازال ما مات. وإلى حكاية جديدة إن شاء الله، ربي يجمع ما تفرق ويصلح ما تكسر ويخلي الخاوة دايما فوق بعضهم. تصبحوا على خير ومع السلامة. سلامتكم.